أهلا بيكم في قناة همسة الحيوان. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم لمحبي القطط، وهو نظافة القطط. نظافة القطط مش بتخلي القط بس شكله جميل، بس بالعكس بتساعد على كمان صحته تكون كويسة، وهو كمان يكون مبسوط. ازاي نعمل ده؟ يلا بينا نشوف. آه هنعتني بنظافة قططنا ازاي ونخليها نظيفة. أول حاجة شعر القطط. شعر القطط لازم نعتني بيه كويس. نعمل ايه؟ نمشطه مثلا زي كده. دي فرشة نمشطه بيها، نسرح له شعره فبيكون يتشال، او حاجة زي كده برضو. ده جوانتي بيتلبس كده، وبرضو بتمشط له جسمه كده فالشعر بيهون، وانت بتشيل الشعر منه وبترميه. ده طبعا بيساعد على ان الشعر ما يبقاش موجود طبعا يملى الدنيا، وفي نفس الوقت يملى البيت، وفي نفس الوقت انت كمان بتخليه لما بينزل الشعر بيكون لسه برضو موجود فيه منه على جسمه، فلما هو بينظف نفسه ده بيدخل في بقه فبيبقى في معدته بتكون كتلة بيخليه يرجع. فطبعا احنا عشان نتلافى الامر ده لازم طبعا نمشط له شعره، علشان وكمان لما بيتراكم بيبقى بيعمل تشابك زي احنا بالظبط لما مثلا نسيب البيبي ابننا او بنتنا مثلا ما نسرح لها شعرها فترة او يوم او يومين على الاقل، نبص نلاقي ان الشعر اتشبك في بعضه وعمل آه، عقد. فلازم نسرح شعره ونمشطه علشان يكون شعره جميل وهو كويس. الاستحمام. طبعا الاستحمام مش محبس قوي للقطط، لان القطط ما بتحبش الميه، بس اذا استدعى الامر وان هي مثلا اتوسخت او في حاجه حصلت ان هي لازم تستحمى، فطبعا بنجيب ميه دافيه وبنحاول ان احنا نحمي القطه، خصوصا لو توسخوا كده بنحميهم، وتكون الميه دافيه، وشامبو يكون مخصص للقطط مش الشامبوهات بتاعتنا خالص. واحنا لازم نكون كمان هاديين عشان هي ما تتوترش، لان احنا لو بنكون مش هاديين او كده هي طبعا ده بيرجع ليها وتتوتر من القطة وتبقى متضايقة. تنظيف الودان. تنظيف الودان لازم برضو نراعي ان احنا ننظف ودانها كويس جدا. ممكن بوايبس زي كده، في وايبس زي ده بس مش بتاع البيبي، بتاع الاطفال بتاع القطط. في وايبس زي ده للقطط، او ممكن قطنة مبللة دافية، مية دافية نحاول ننظف بيها الضغط. ولو لاحظت طبعا افرازات كريهة او حاجة زي كده لازم طبعا نروح للدكتور البيطري. بعدين تنظيف العيون. تنظيف العيون مهم جدا ان احنا ننظف عينيهم باستمرار، عشان تكون ساعات بتبقى في افرازات برضو بتفرزها وكده، فلازم طبعا ننضف عينيهم برضو بقطنة مبللة او قماشة ناعمة او مبللة بمية دافية، ونحاول ننضف الافرازات دي باستخدام القطن ده لازم كده. حاجة تاني كمان عناية الضوافر. لازم نقص ضوافرهم باستمرار. قص الأظافر دايما مهم جدا علشان ما يخدشوش نفسهم او قط تاني. يعني هما لو قط او اتنين تلاتة في البيت وبيلعبوا وكده، فطبيعي ممكن هما بيلعبوا ممكن يخربشوا بعض لو الضوافر طويلة وكده، فلازم نقص ضوافر باستمرار ليهم. ده كمان بيريحهم كمان. بعد كده كمان تنظيف صندوق الفضلات. لازم ننضف ده يوميا، مش يوميا، ده يوميا بيتنضف كذا مرة في اليوم. يعني ممكن الصبح وبالظهر وقبل ما تنام، يمكن 3 4 مرات يتنضف دايما يوميا. تغيير الرملة كل اسبوع ده لازم. مع كمان ان احنا ننضف المكان ومكان المية ننضفه نغسله كويس قوي
وننشفه ونحط رملة جديدة. أو في ناس بتجيب حاجات، في حاجات تانية، في كذا حاجة غير الرملة، على حسب انت ما تستريح وأوضتك برضو يستريح أو يبقى كويس، تقدر تتعامل مع ايه بالظبط. فلازم تتنضف، المهم يبقى نضيف من الفضلات، وكمان تتغير الرملة أو أي شيء انت تستعمله ساعدتها. ومش بس كده، كده كمان بتقرب لك أكتر و... وانت كمان بتقرب لها وتكونوا يعني أصدقاء. ولو عجبتكم النصايح دي، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد وعن الحيوانات الجميلة. واشوفكم في الفيديو الجاي. باي باي.